الحلقه دي بقى مهمه ليك قبل ما تكون مهمه ليا. ليه؟ لانك هتطلع منها كسبان 10000 جنيه. ايوه زي ما بقول لك كده، في سؤال في اخر الحلقه لو جاوبت عليه هتكسب 10000 جنيه وهنحولهم لك فورا. ده غير انك هتطلع من الحلقه دي عارف كل حاجه عن الكره المصريه في فتره التوقف الدوري. في حاجات كتير ظهرت، اهمها ياستروب مدير الفني للنادي الاهلي الجديد، الانطباع عنه ايه، افكاره، اراءه، اللعيبه اللي هتلعب معاه، كل التفاصيل دي هتفهمها. نسكت على كده؟ لا. كوارث وبلاوي نادي الزمالك الاداريه والمشاكل والبلاعه اللي طفحت علينا من جوه نادي الزمالك، احنا لسه ما اتكلمناش، اللي بيتكلم ابناء نادي الزمالك. فتعالى نخش في الحلقه على طول عشان نعرف التفاصيل. في البدايه كده تعالى نتكلم عن ياستروب مدرب النادي الاهلي. بص، الانطباع لحد الان جوه النادي الاهلي وخارج النادي الاهلي وانطباع الشخصي بيقول ان المدرب ده مدرب كبير جدا جدا جدا. اول حاجه ده مدرب اكاديمي، يعني راجل فاهم تكتيك، فاهم كل حاجه، مش زي عندنا تجيب شوقي غريب فيفشل، فتروح تجيب اسامه نبيه فيفشل، فتقرر انك ترجع شوقي غريب تاني. لا، بره بيهتموا بالتكتيك والخطط، والمدرب لازم يكون مذاكر وفاهم وعارف هو بيعمل ايه. ياستروب من الناس دي. ايه اللي يخليك تقول كده؟ ياستروب ممكن يوقف التمرين اكتر من مره عشان خاطر يعدل حاجه معينه، يعدل بوزيشن لاعب، يفهم اللاعب الفكره، يعلم التكتيك بشكل قوي جدا، ودي حاجه بتقول لك ان هو مدرب اكاديمي قوي جدا. هتقول لي مادريبيرو كان نفس الكلام. المختلف بقى هنا حاجات كتير. ياستروب في عنده اول ميزه ان هو بيسمع للمدرب المصري، ودي ما كانتش موجوده عند معظم المدربين الاجانب. ياستروب بياخد الانطباع بتاع الكره المصريه واللعيبه المصريه والفكره بشكل عام والاطار الخارجي للنادي الاهلي بياخده من المدرب المساعد. عشان كده شفنا صوره لياستروب وهو واقف بيستمع لعادل مصطفى وحاطط ايده ورا ظهره، ولما ياستروب قرر يتكلم عادل مصطفى اداله نفس الاحترام وقرر انه يحط ايده ورا ظهره ويسمع له كويس جدا. هل ده كفايه؟ لا، في حاجه مهمه تاني. اللعيب عشان يبدا يسمع منك خطه ويبدا يقتنع بيك ويبدا يحس ان انت مدرب كبير لازم يقتنع بشخصيتك ويقتنع بقدراتك. ياستروب بيعمل حاجه مهمه جدا في التمرين، بينزل بجزمه كوره، بيوري اللعيب الحركه او بيوري الطريقه او بيوري البوزيشن برجليه وبنفسه وبشخصيته، عشان اللعيب يشوف المدرب وهو بينفذ ده يبقى فاهم الحكايه، وفي نفس الوقت يقتنع بشخصيه المدرب ان هو لعيب كبير وفاهم كوره. هنا اللعيب يقدر يرضخ له ويبدا يسمع كلامه ويبدا ياخد انطباع عن المدرب ان المدرب ده مدرب كبير، فيبدا اللعيب يقتنع بيه. هل نسكت على كده؟ لا. ياستروب بيهتم بالتكتيكات وبيهتم بالتحليل وبيهتم بالتخصصات قوي قوي قوي، بيهتم بامكانيات كل لاعب، بيحفظ كل لاعب بيعمل ايه، بيعرف امكانيات اللاعب. يعني مثلا ملف الاصابات اول حاجه دخل عليها ليه 13 لاعب مصابين، بدا يدرس الحكايه كويس، بدا يفهم التفاصيل، بدا يلم الملف بشكل كامل. وغير كده كمان تصريحاته مهمه جدا جدا جدا. الراجل ده بيعرف يتعامل مع الاعلام وبيعرف يتكلم كويس جدا جدا جدا. اهم تصريح بالنسبه لي لما قال لك ان هو جاي وعارف ان النادي الاهلي وراه بطولات كتير جدا وهو جاي عشان يكمل الخط ده. بمعنى ايه؟ ان هو ما جاش قال لك ما تسالنيش عن دوري، ما تسالنيش عن كاس، ما تسالنيش عن مش عارف ايه، ما تسالنيش. لا، الراجل عارف ان الاهلي جاي مطالب بكل البطولات، حط نفسه جوه الضغط ان عارف ان جماهير الاهلي ما بتقبلش التعادل، حط نفسه جوه الكلام ده، فهم الفكره، فهم التفاصيل. وتصريح تاني مهم قاله ان هو جاي عشان خاطر يخلي الاهلي يقدم كوره كويسه جدا في كاس العالم. هو شاف الاهلي في كاس العالم اللي فات وشاف ان الجماهير غير راضيه بالاداء للنادي الاهلي في كاس العالم، فهو جاي عشان يعمل دي. وده اللي فبيدل على ان هو جاي ياخد النادي الاهلي من البطولات الافريقيه يحطه على خطط الكره العالميه، هيخلي الاهلي يبقى فريق عالمي يقدر يقدم بطولات قويه جدا في البطولات العالميه، وبيدرس كل تفصيله في الفريق. واول ملفات فتحها هي ملف المهاجم والباك ليفت والسيرد باك. هنا هو فهم الفريق وحط ايده على المشاكل وبدا يعرف اللعيبه ويعرف كل لعيب امكانياته ايه. وعشان كده انا بشوف ان ياستروب مدرب قوي جدا جدا في الوقت ده. الاهلي اول مره يتريث ويهدى ويركز وما يستعجلش ويختار مدرب مشروع مش مدرب مؤقت زي ريبيرو ولا موسيماني اللي جيهم وقت بس كده زنقه يفك بيهم اي حاجه. لا، الاهلي تريث كويس جدا واختار مدرب انا بشوف انه اختيار قوي جدا جدا بالنسبه لي لحد الان. ليه؟ لان ياستروب انا شايف ان هو مدرب فيه كل الامكانيات، عنده شخصيه، بيعرف يتحدث مع الاعلام، بيعرف امتى يضغط على اللعيبه، بيعرف امتى يسرع اللعب وما يسرعش اللعيبه، بيعرف امتى يتعامل مع كل نجم، امتى يكون حاد واجريسيف مع اللعيب، امتى يكون هادي وياخد انطباع ويسمع، وامتى يتعلم وما بيكبرش في الكوره.
مدرب عنده وعي، مدرب خارج من اكاديميه قويه جدا جدا، اكاديميه دنماركيه في اخراج المدربين العالميين. يعني راجل مدرب فاهم وعارف ومتعلم وفاهم هو بيعمل ايه، واعتقد ان هو هيطور النادي الاهلي الفتره الجايه. السؤال بقى ابو 10000 جنيه، هل انت شايف ان ياستروب هيقدر يقود الاهلي الفتره اللي جايه وهينجح مع النادي الاهلي؟ ومش بس كده، لا، قول لنا مين اللعيبه اللي انت شايف ان هي هتنجح معاه وهتتطور. تعال بقى نخش على المشكله الثانيه، نادي الزمالك. نادي الزمالك طلع علينا بمشاكل وبلاوي وكوارث حصلت وشفناها من جوه اوضه الزمالك. تعال نستعرض بعضها. اول حاجه كابتن وليد صلاح الدين عبد اللطيف اللي طلع علينا وقال لك ان الزمالك بيتاخد وبيتسرق ومحدش بيحاسب. يعني مثلا قال لك ان في حد دفع 250 الف جنيه لاحد اعضاء النادي عشان ياخد ياخد الاستغنى بتاع ابنه عشان يمشي، ولاعب تاني عمل ابوه شطب شقه واحد من الاداره عشان خاطر لعيبه يتأيد. ده غير ان قال لك في 3 4 5 لعيبه اتأيدوا والمدربين ما يعرفوش عنهم اي حاجه، وعشان سكتوا وما اتكلموش عشان خاطر السبوبه. نسكت على كده؟ لا، كابتن تامر عبد الحميد طلع وقال لك ان نادي الزمالك احد الناس اللي مأجرين في نادي الزمالك سلف الاداره 4 مليون جنيه. طب ازاي انت حد مستأجر عندك دلوقتي ده لو عمل اي مخالفات، عمل اي مشاكل، هتحاسبه ازاي وهو مسلفك؟ طبعا في كوارث في نادي الزمالك، واحنا كنا دايما بنقول كده ان في كوارث في نادي الزمالك من جوه نادي الزمالك مش من بره. نادي الزمالك اللي بيحارب نفسه محدش بيحاربه. مرتضى منصور الراجل اللي كانوا بيقولوا عليه ده العنتيل، ده الدكر، ده اللي بيعمل، هو اللي رفع القضيه على نادي الزمالك عشان خاطر ارض اكتوبر، وهو اللي تسبب في ان ارض اكتوبر تتسحب. ليه؟ دي كلها مشاكل جوه نادي الزمالك. نادي الزمالك بيحارب نفسه ومش محتاج حد يحاربه. نادي الزمالك ابنائه هم اللي بيدمروه مش محتاج حد يدمره. نادي الزمالك الاداره لازم تفكر لنادي الزمالك تيجي تكمل بعضها، مش تيجي كل واحد يهد اللي اتبنى ويعمل من اول وجديد. نادي الزمالك مشكلته ان الرئيس اللي بيجي بيبقى عايز يعمل كل حاجه لنفسه. بمعنى ان يجي الكابتن حسين لبيب يشوف الكابتن مرتضى كان عامل 1 2 3 4 يهد 1 2 3 4 ويبدا 1 2 3 4 من جديد، يجي اللي بعديه يروح حادد 1 و2 و3 و4 و5 و6 وبادئ من اول وجديد. وعشان كده نادي الزمالك كل فتره بيبدا من اول وجديد، عكس النادي الاهلي اللي الرئيس فيه لما بيجي يكمل المشروع اللي كان شغال عليه الراجل اللي قبله. وزي ما احنا شفنا الانتخابات لما شافوا المصلحه ان مع الكابتن محمود الخطيب بدات الناس تنسحب وبداوا يستقروا على قائمه معينه، هي دي اللي هتفيد النادي الاهلي. لان انا في النهايه لما بخش الانتخابات عشان خاطر النادي مش عشان خاطر مصالح شخصيه. نادي الزمالك بيخش عشان خاطر مصالح شخصيه. احنا شفنا مشاكل كتير وكوارث كتير، وكابتن شيكابالا لما ادوارد قرر ان هو يمشيه طلع انتقده وقال لك تجربه فاشله من قبل ما تبدا اصلا. بنشوف الكلام ده كله في مشاكل نادي الزمالك. نادي الزمالك لازم يفوق والا هياخد الخط بتاع نادي الاسماعيلي، وفي يوم من الايام هنشوف زي ما الاسماعيلي هيهبط السنه دي هنشوف الزمالك هيهبط. لازم نادي الزمالك يفوق لان نادي الزمالك قطب من قطبي الكره المصريه، واللي بيحصل فيه ده حرام بشكل كبير جدا. نرجع بقى لسؤال الحلقه واهم حاجه عشان تكسب ال 10000 جنيه، هل شايف ياستروب هينجح مع النادي الاهلي؟ ومين اللعيبه اللي هتنجح معاه؟ جاوب دلوقتي عشان تكسب ال 10000 جنيه فورا. وما تنساش اللايك والشير واشترك في القناه، وقول لنا في التعليقات بقى شايف ياستروب هينجح ولا لا، ومين اللعيبه اللي هتنجح. سلام.